وجل جعل عليا وزوجته وأبناءه عليهم السلام حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. المصادر البكرية أكثر من واحد، اختصارا نختار. بمناسبة الآية الكريمة ودققوا النظر إخواني، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ابن المغازلي بكري معروف في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عليهم السلام، كتاب بكري معروف، يروي عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم، شفير حافة طرف، لم يجز عليه، لم يمر عليه إلا من كان معه كتاب، انت تقول شهادة تزكية، إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام. أبو بكر عندك كتاب ولاية، يجوز أم لا يجوز؟ لا تعاتبني، روح عاتب ابن المغازلي، سوي بالشيء اللي تريد، تتمكن هم تنبش قبره وتطلع عظامه وتحرق عظامه. شنو أنا ناقل؟ إذا كفر هذا فناقل الكفر ليس بكافر، إذا مو كفر فأبو بكر لا يدخل الجنة. عمر شلون؟ عنده كتاب ما عنده. عثمان شلون؟ عائشة شلون مع حرب الجمل؟ حفصة شلون؟ وهسه عدد انت من الصحابة اللي هم قرابة نصف المليون، استثنى أكثر شيء 14 أو 16، البقية ما عندهم كتاب ولاية، فهذول يبقون برات الجنة. وما عندنا ثلاثة أشياء، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، عندنا إما الجنة وإما النار. هسه يبقون برات الجنة يوم يومين، ربما الله تعالى يسمح لهم، أما للأبد ماكو شارة، إما يدخل الجنة وإما يدخل النار. والعتب على ابن المغازلي. وإذا تريد الصدق العتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تريد الصدق العتب على الله تبارك وتعالى اللي منظم القضية الشكل، منظم الدنيا وعوالم الآخرة الشكل. المسكين ابن المغازلي ماكو عليه عتب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام. هسه فرد واحد ربما يقول خلي ابن المغازلي يولي، هذا يعني يتمكن يذكر في كتاب فرد حديث اللي بسبب هذا الحديث أبو بكر وعمر وعائشة وعثمان ومعاوية ويزيد هذول كلهم يروحون إلى جهنم. لا، هو يروح إلى جهنم. لا، أكو مصادر أخرى اللي البكري ما يتمكن ينكرهم. شوف أخي، نفس الحديث يعني مضمون الحديث مروي في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، المجلد رقم 1 الصفحة رقم 51-57، ومروي في ذخائر العقبة صفحة 71، والرياض النظرة المجلد الثاني صفحة 177 لمحب الدين الطبري. والحديث مروي في تاريخ إصبهان وفي حلية الأولياء، كلاهما لأبي نعيم الإصبهاني. البكري يعتقد بهذه الكتب وبهؤلاء المؤلفين. أخبار إصبهان رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 342، وحلية الأولياء رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 341. والذهبي اللي هو عندهم شخصية كلش محترمة ومقدرة، راوي الحديث الشريف في كتابه المحترم عندهم ميزان الاعتدال رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 28. بمناسبة الآية الكريمة ودقق النظر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
روى ابن عساكر وهو محترم معتبر في تاريخ مدينة دمشق وهو محترم معتبر باسم ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام، رقم المجلد 2 ورقم الصفحة 253. وراوي الحديث منه أحمد ابن حنبل إمام المذهب المالكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعدين يقول: وقال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي افتتاحية سورة البقرة يعرف أن المنافق أشد جرما من الكافر. هسه السؤال: أبو بكر كان يبغض عليا أم يحبه؟ عمر كان يبغض عليا أم يحبه؟ وروح إلى آخر القوائم، هؤلاء كانوا مبغضين لعلي عليه السلام، فهم منافقون، فهم أشد جرما من الكافرين، وهم في الدرك الأسفل من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. سلمكم الله.